زكريا بوخلال حامل 3 جنسيات مغربية وليبية وهولندية ولاعب النادي التولوزي. فهاد الشي كاملين كنعرفوه، فعلاش بعض الصحف الهولندية كتبوا عليه انه سلفي، وكيفاش تم التهديد ديالو من طرف بعض الليبيين، الشي اللي غيخليه يحيد التعاليق من الحساب ديالو انستغرام. فكيفاش دار ليها ابو خلال وكيفاش تربى للدين والقران في سن صغير. القصه ديال اليوم خصها تكون عبره لاي شاب او شاب. هذاك الشي علاش خلي ليا شي لايك وتابونا في القناه وشي تعليق زوين بحال. من بعد الله سبحانه وتعالى سيسمى القرآن من سورة الشرح فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. زكريا بوخلال من مواليد 18 فبراير سنة 2000، تزاد في هولندا وبالضبط في روتردام، من مغربية لمياء البكراوي، واللي هي بطلة مغربية سابقة في ألعاب القوى، من أب ليبي طريق أبو خلال. فاش كانت عند زكريا 3 سنين قرروا الأبوين أنهم يرجعوا للمغرب، وبالضبط إلى الدار البيضاء، لأسباب دينية ولتعلم زكريا اللغة العربية. رغم أن زكريا مهووس بكرة القدم، إلا أن الأب ديالو ما بغاش يسجلوا يلعب كرة القدم، ودخلوا لدار القرآن باش يحفظ القرآن ويتعلم اللغة العربية ما حدو مازال صغير. فمنذ طفولة زكريا تربى على دين الإسلام، وهنا غنستنتجوا ان اي حاجه كتربي عليها الولد ديالك من الصغر ف 99% غتبقى معاه حتى للكبر. فمن بعد 3 سنين في المغرب عائله ابو خلال رجعوا لهولندا، لكن مشاو لمدينه جديده خوريكو، واللي معروفه بالعديد من النوادي لكره القدم. فالاب قرر يسجل زكريا في نادي يونيتاس للهواة. من بعد الاب اكتشف ان زكريا عنده مستقبل كبير في كره القدم، فقرر يدخلوا لشي اكاديميه باش يطور من الموهبه ديالو. فكان الاختيار هو نادي ويلمتو، اللي كان كيتواجد فيه لاعب وسط برشلونه الان فرينك دي يونغ. فالمسؤولين لاحظوا في زكريا انه كيدير كلشي، كيلعب برجليه بجوج مزيان، واللي كان كيتميز بالسرعه، وكان كيلعب في العديد من المراكز. لكن مشكل واحد اللي عنده هو الفينيش، اي انه يقدر يراوغ 3 4 5 ديال اللعابه لكن ما كيسجلش. فزكريا عرف المشكل ديالو وخدم عليه مزيان، حتى ولاو كبار الانديه كيتخاطفوا عليه. فجاو عروض من افضل نوادي هولندا، واللي كانوا من بي اس في ايندهوفن واياكس. في 2017 قدر يمضي عقد مع بي اس في ايندهوفن لعقد يمتد ل4 مواسم. فقدم مستوى ممتاز لدرجه نادي توتنهام قدم ليه عرض، لكن قرر هو وعائلته انهم يرفضوا العرض ومواصله التالق في هولندا. ففي سنه 2019 زكريا انتقل لنادي ايزي دالكمار لعقد يمتد ل4 سنوات، فسجل معاهم بزاف ديال الاهداف، الشيء اللي غيخليه يضمن الرسميه ديالو في سنه 2020. ففي خلال كاع هذه المسيره الكرويه فابو خلال كان عنصر مهم في المنتخب الهولندي، فتم استدعائه للمنتخب الهولندي لاول مره سنه 2015 لسن تحت 16 سنه، وفي 2016 لسن تحت 17 سنه، ولعب كذلك حتى في سن تحت 20 سنه. ففي اكتوبر سنه 2020 المنتخب المغربي صيفط رساله لزكريا واللي كيقولوا فيها نحن اولى اخويا، هذا الاحتراف كامل يضيع في ليبيا ولا هولندا ودوز دوز. فبلا ما يفكر قرر يلعب المنتخب المغربي. الحمد لله فرحان بزاف، حتى اول مره خداوني، وملي كان صغير حاجه واحده بغيت نديرها هي نلعب مع المنتخب المغربي، ودابا الحمد لله خداوني. فحتى من الاب ديالو نصحو يلعب المنتخب المغربي. بسبب هذا الاختيار غيتعرض لتهديدات من طرف بعض الليبيين بالقتل، واللي غيخليه يحيد التعاليق من الحساب ديالو انستغرام. وحتى الصحافه الهولنديه هاجمته بوصفه انه سلفي، فما تسرطاتش اليوم لانه اختار المغرب. فبما انك مع الله فما تخاف من حتى شي حاجه تضرك. 13 نوفمبر 2020 غتكون اول مشاركه ليه مع المنتخب المغربي ضد افريقيا الوسطى، واللي دخل كبديل بلاصه اشرف حكيمي، ومن بعد قل من 5 دقائق باش دخل سجل اول هدف ليه مع المنتخب المغربي. وفي سنه 2021 دخل كرسمي لاول مره في تصفيات كاس العالم ضد السودان. فرغم كل هذه الانجازات فهي والو قدام انجازات اللي كيدير خارج الملعب. فهو معتز ومفتخر كونه مغربي ومسلم، ومتشبت بدين الرسول صلى الله عليه وسلم، وحافظ للقرآن الكريم. فتبنى طفل في المغرب وبسبب فيروس كورونا فما قدرش يدي معاه لهولندا، فقرر انه يساعده عن بعد. وكذلك 2022 فتح ملعب لكرة القدم في الدار البيضاء للاطفال، وبالضبط في دار بوعزة. فبين التضامن ديالو مع طفل ريان ديما كيزور عائلة النوري، واللي بين كذلك التضامن ديالو مع الملاكم محمد ديدوع اللي مصاب بمرض القصور الكلوي. وتم المناداة عليه في كأس العالم قطر 2022، واللي سجل اول هدف ليه
ديالي ضد منتخب بلجيكا، وكان ديما في الوقت ديال كأس العالم هو اللي كيلقي خطبة الجمعة وديما كيصلي باللعابة. فكانت هذه هي القصة ديال اللاعب المغربي زكريا ابو خلال. فما تنساش تخلي لي شي لايك وتابونا في القناة وتقول لي شكون تبغي في الحلقة الجاية، واللي مازال ما شافش الحلقة ديال امين حارث وحكيم زياش غنخليهم لكم هنا.